اللهم صل على جمال النبي، اللهم صل على جمال النبي. طبعا النهارده بقى شايفين الصورة بتتحدث عن نفسها يا جماعة. النهارده ما شاء الله هعمل معاكم المش، وكل اللي طلب مني عمايل المش بقى انا هقول لكم انا بعملها ازاي. وبصراحة يعني انا اللي هعمله ان شاء رب العالمين النهارده بتهيألي هيكفيني 5 سنين قدام. ما شاء الله طبعا عامله الحمد لله عندي كميات متوافره من الحاجات اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. وطالما ان انا بقول لكم يعني انا بخدم الحاجه قوي بتاعتي، فان شاء رب العالمين هتديني نتيجه حلوه قوي، وهتقعد معايا فتره طويله باذن الله يا رب. كلفت نفسي ممكن شويه، لان يعني ان انا جبت الحاجات ديتي وكلفتها، بس هتقعد كتير كتير كتير. لان انا اصلا كنت جايبه سبحان الله المش اللي عندي، انا كنت جايباه كيلو كان ب 6 جنيه يا جماعه، وعملته النهارده جايباه ب 22 جنيه او ب 20 جنيه، يعني غالي برضه مش رخيص. فالنهارده انا هجايبه باذن الرحمن هيقعد عندي فتره، لان عملت فيه حاجات كتير قوي هقول لكم عليها. طبعا هقول لكم اول حاجه، اللهم صل على جمال النبي. شايفين بقى ده الجزر يا جماعه، شايفين اهو ده الجزر ده وده. طيب الجزر ده مقلبه بس بالمعلقه كده قدامكم تشوفوه، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجزر ده ناعم خالص، ناعم قوي يعني زي المش كده، او اللي انا عاملاه كده او حاجه. انا منعماه ليه؟ ما عملتوش في المبشره. انا كنت بعمله في المبشره، بس طبعا ايديا ما اقدرش اعمله بصراحه بتوجعني. فالمهم عملته كده في الكبه بتاعت اللي هي بتفرم اللحمه. فما شاء الله عملته لي زي الفل كده، وقلت خلاص اريح بقى وما ما تعبش نفسي. طبعا هنا كمان شايفين الاحمر ده يا جماعه، حطيت اغنان شطه برده، حطيتهم مع الجزر كده يتعملوا يتفرموا كمان. طيب كمان بتاعتنا انا بديكم بس المكونات. وهنا بقى طبعا الشطه الحراقه الحمراء الفظيعه دي، يعني حراقه قوي قوي، والشطه الخضراء دي كمان. وطبعا هنا في قشر سفندي يا جماعه، بس السفندي ده خلي بالكم، يعني انا مش لاقيه السفندي البلدي بصراحه، مانيش لاقيه السفندي البلدي، فخدت القشر ده كده كانوا موجودين عندي وعينهم في الثلاجه بصراحه على ما اعمل المش، انما الوقت لفيت السوق كله انا مش لاقياها. طيب هحط ايه كمان؟ انا جايبه ده هو كيلو بابريكا يا جماعه، ده كيلو بابريكا هاخد منه للبيت وان انا اعمل به الوقت. وجبت كمان ربع كيلو كركم اهو، هاخد منه جزء واسيب برده جزء للبيت. طيب جايبه ايه كمان؟ جايبه كيلو، انا كنت عايزه الجبنه الرومي يا جماعه اللي هي القصايص، بس ما لقيتش، لفيت النهارده الاسواق كلها والمحلات كلها ما لقيتش بصراحه. فانا جبت كيلو لجبنه رومي بشر زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله جبت كيلو اهو. هنحطه برده. كل الحاجات دي يا جماعه بتتحط في المش، عشان ما شاء الله بتديني قيمه غذائيه كبيره، وبتديني كميه يعني توفير وحاجات كتير قوي، وبيبدا ويطلع الطعم كمان ما شاء الله فوق الخيال. طيب ايه اللي انا عمري في حياتي ما عملته يا جماعه، بس هعمله المره دي ان شاء رب العالمين كده، واحنا وربنا بقى يعني كل رزقنا على ربنا زي ما بيقولوا. ده برتقان يا جماعه، البرتقان ده صيفي يعني مالح تمام، ده برتقان مالح اهو. البرتقان ده واحده زميلتي كانت جابت معاها فعلا مش، بس كان مش سايب، ما هوش مش جامد جامد زي ده كده. انما المش اللي انا بعمله ده بعمله اكنه جبنه بالظبط، يعني بيوفر عندي بيوفر عليا طول السنه الجبنه. حتى انا عامله جبنه، بس بجيب الجبنه دي اعينها، ممكن مثلا يعني حد ضيف جاي لي حاجات من دي، او حد عايز ياكل منها من العيال براحته. بس بقول لكم طول ما المش موجود في البيت بصراحه هو غنيني عن ان استعمل الجبنه كده على طول على طول، يعني بتطلع بقى، لان بقول لكم مكلفاها بالحاجات الكتير دي، فبتطلع المش بتاعنا ده بيطلع جميل قوي، احلى من الجبنه كمان. فانا بقول لكم واحده زميلتي في الشغل عندي لقيتها جايبه معاها مش سايب، يعني اللي هو سايب يعني ميه كده، وحاطه فيه برتقان زي ما انا شايفه كده، برتقان متقطع بحاله يعني مش بالقشر، بس انا اعرف ان قشر البرتقان مر. فالمهم لقيتها حطاه يعني البرتقانه نفسها بقت كمان واخده يعني اتملحت كمان في الشرشه او في المش بتاع في المش نفسه. وبعدين باكلها فعلا، قلت لها تصدقي طعمها حلو يا مريم جميله. قلت لها بصراحه انا عمري ما عملتها، انا عمري ما عملتها ان انا احط برتقان كده، لا انا احط سفندي انما وقشر السفندي يعني، انما بالسفندي نفسه لا بحط قشر سفندي، انما عمري ما حطيت البرتقان كده. فعشان كده فعلا لما خلاص احنا بنتعلم من بعض، انا لما لقيتها عملته وانا دقته فعلا عجبني، فبصراحه جبت البرتقان ده برده، قلت احط منه كده برده دلوقتي في اللي انا هعمله ان شاء الله باذن الرحمن يا رب ده. طيب انا بقى بقول لكم المكونات بتاعتنا كلها هي انتوا شايفين قد ايه يا جماعه؟ دول 10 كيلو جردل واحد بس اهو. انا هقول لكم الوقت شوفهم، هديكم طبعا الطبق اللي هنعمل فيه، طبق كبير خالص اهو، الطبق الغسيل الكبير قوي ده. انا حاطه طبعا لان انا عارفه اني مش هعرف اقلب، فجايبه السكينه عشان اقطع بها الشطه، والمقص طبعا، وجايبه كمان اللي هي الكبشه ديتي او المعلقه الكبيره دي عشان ابقى اقلب بيها، لان طبعا هيبقى كله كتير يعني. طيب انا بقول لكم دول 10 كيلو، ال 10 كيلو دول انت هتشوفوا الوقت هيديلي كميه كبيره قد ايه.
طيب البطرمان بقى اللي انا حطاها ده يا جماعه ايه، انا هقلبه افتحه قدامكم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو شايفين ده مش بس مش سايب اهو زي ما انتم شايفين. اللهم صل على جمال النبي. شايفين الجمال؟ بس انا جايباه على ان برضو اخد منه قشر السفندي اهو. قشر السفندي ده هاخده كمان ان انا احطه في المش بتاعنا ده اهو. هاخد من ده احطه في المش اللي احنا هنعمله دلوقتي، علشان انا بقول لكم مانيش لاقيه سفندي بلدي. اللي موجود الوقت اللي هو الصيني، والصيني طبعا القشر بتاعه يبقى وحش ومر كمان، ما بستعملوش انا، ما اعرفش اعمله. فانا هاخد من اللي انا عاملاه قبل كده واحطه في المش ده. هقلب طبعا لان انا بصور لوحدي، هقلب كل ده اللي هو جماعه الوقت مع بعض واحطه في الطبق اهو. مكون طبيعي خارق موجود في كل منزل، يقضي على مرض السكري، ينظم السكر التراكمي، ينظف الكلى، يطهر الكبد، يزيل السموم من الجسم، يساعد على إنقاص الوزن، يعالج التهاب البروستاتا، تحتوي على كمية عالية من مضادات الأكسدة والالتهابات والميكروبات، ومحفزة للشهية، وخافضة لضغط الدم والسكري، ومدرة للبول، ومعالجة لالتهاب المثانة، ومنشط جسدي للرجال، مسكنة لآلام الروماتيزم والتهاب المفاصل، وتنقي الدم وتطرد السموم، تطرد الغازات المعوية وآلام البطن، وملينة للإمساك، تعالج اضطراب الغدة الدرقية، ومخفضة لحرارة الجسم، وتعالج مشاكل المرارة والكبد، وتقلل حموضة المعدة. إنها بذور البقدونس، ملعقة صغيرة على كوب ماء مغلي، تترك 5 دقائق وتشرب مرتين باليوم قبل الأكل بنصف ساعة لمدة 7 أيام. للمزيد لا تنسى دعمنا بإعجاب. طبعا قبل ما اعمل كمان يا جماعه، قبل ما اقلب خالص قلت احط كل حاجتي كلها فوق اهي. جبت الشطه ما شاء الله قطعتها اهي، شايفين؟ قطعتها زي ما انتم شايفين كده. طيب كمان ايه؟ المش جبت منه اللي هو من البرطمان، جبت منه الشرشه اللي اسمها يا ربي قشر السفندي اهو. شايفين؟ بقطعه كده اهو. هو يعتبر ما شاء الله يعني مستوي، بس انا عايزه بس الريحه بتاعته يبقى برده في قلب المش ده. اهو شايفين؟ لان طبعا حادقه قوي. بس هقلب كله بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده عايزه مجهود يا جماعه، يعني عايزه ما شاء الله حد بعضلات زي ما بيقولوا هو اللي يقلب. فهاخد وقت طويل طبعا على ما اقلب كل الحاجات دي كده، وبعد كده انقلها بقى في الجرادل بقى. هقلب كله كده وارجع لكم برده تاني، بس انا قلت تبقوا معايا خطوه بخطوه. الله خلاص قلبت المشي يا جماعه خلاص في الطبق زي ما انتم شايفين اهو. هبدا بقى احط عليه كل حاجه عندي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. شايفين؟ بس انا بقول لكم بصور بايد واحده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ده حطيت البابريكا اهي. طيب جزء يعني مش كتير، وهحط هنا برده كركم اهو، مش كله يا جماعه اهو. طبعا الكركم والبابريكا دي جايين من العطار نضيف قوي، فالحاجه زي الفل جميله اهي. طيب واحط كمان البشر الجبنه الرومي اهو. شايفين؟ والجزر كمان اهو. اللهم صل على النبي. لسه بقى شايفين ما شاء الله الطبق بقى ملان خالص اهوتي. اللهم صل على جمال النبي. هعمل بقى اقطع الشطه بقى لسه واحطها هنا كمان وارجع لكم كده يا جماعه. جبت الترمس والحلبه خلاص غسلتهم اهو. دول بقى احسن حاجه خالص لاي مش لاي جبنه لاي حاجه انتوا بتعملوها اهو. اهو ما شاء الله. والحلبه كمان اهي. طبعا عندكم حبه البركه حطهم، بس انا العيال عندي مش بيحبوا ان احط فيها حبه البركه، وقالوا لي لا سيبها يا ماما كده لما نيجي ناكل، واللي عايز حبه البركه يبقى يحط قدامه في طبق المش بتاعه حبه بركه. فانا طبعا بقول لكم اي عندكم قرفه حطوها، عندكم قرنفل وعايزين تحطوه حطوه زي ما تحطوا يا جماعه. كل ده بحطه في الحاجات ديتي اهو. بس انا ما عنديش النهارده بصراحه الا قرفه ناعمه، انما هي المفروض يتحط قرفه خشب، بس انا ما عنديش الا قرفه ناعمه، وقلت خلاص ما فيش مشكله بقى النهارده. فبقول لكم هقلب كل ده بقى وابدا احطهم ان شاء الله. هعينهم خلاص في الجرادل بتاعتهم، ونوري لكم بقى الجرادل لما نخلص ان شاء الله. شوفوا بقى الجمال ما شاء الله يا جماعه. طبعا حطيت البرتقانه اهو. حاطه طبعا بصراحه انا حطاه، بس حطاه بحذر. بقول برضو حاجه، ان انا كنت عاملاه اللي انا اكلته من زميلتي كان في مش سايب يا جماعه، اللي هو الميه. انما طبعا ده تخين، انا حطاه كده بس على انه يدي ريحه ويدي برضو طعم كده، يعني ايه مش راضي يعمل كله.
وكمان بحوش اي بذر طبعا عشان ما تبقاش مره ولا اي حاجه، وحطيت بقيه الشطه يا جماعه اهي، علشان دي حاجه خزين بقى، يعني خزين هيقعد مده طويله. ولسه بقى كمان يا جماعه معلش انا نسيت احطه، لسه الحلبه والترمس هجيبهم الوقت واحطهم، لان الحلبه والترمس دول اللي يمنعهم اي دود او اي حشرات تيجي للمش، فهجيبهم الوقت واحطهم اهو. طبعا البرتقال يا جماعه اللي كان موجود انا حطيته في البسترمان اللي هو كان فيه المش المش اللي هو ميه اهو شايفين كده ما شاء الله اهو زي ما انتم شايفين. خلاص هغطي عليه بقى، لان انا خدت اصلا منه القشر السفندي وحطيته عشان انا عايزه فعلا اكل البرتقال ده زي ما انا اكلته من زميلتي بقول لكم، لان كانت حطاه في المش اللي هو السايل ده. فانا الوقت برضو حطيت البرتقال في اللي هو السايل ده، في المش السايل، وخدت طبعا اللي كان من هنا اللي هو قشر السفندي. وبقول لكم عشان احنا بقول لكم نتعلم من بعض، انا لما دقته ولقيته حلو فعلا قلت خلاص هعمله واجربه، واول مره بقى اعمل منه في المش الثاني بتاعنا اللي هو اللي انا عاملاه لسه دلوقتي اول مره بصراحه، بس ان شاء الله هيطلع حلو برده باذن الرحمن يا رب. فان شاء الله الحمد لله كده يا جماعه انا عملت خزيننا كله اهو، كله خلاص الحمد لله رب العالمين. زي ما انتم شايفين الجرادل خلاص اتملت الاثنين، وطبعا حطيت على وشهم زيت، وحطيت الكيس كده وقفلت عليهم كويس قوي وخرجت الهواء منهم كده زي الفل ما شاء الله. زي ما انتم شايفين الجردلين اهم، وطبعا البطرمان اللي مقفول ده هو برده بقيه المش، والتاني بقى اللي انا بقول اللي مكشوف ده هو اللي انا حاطه فيه البرتقال الوقت اللي هو بقول لكم المش السايل ده بقى. كلهم شايفين ما شاء الله، انتوا شايفين طبعا المش يا جماعه اول ما قلبته في الطبق كان لونه ايه، والوقت شايفين شكله ما شاء الله بقى لونه ايه اهو، بسبب البابريكا طبعا والحاجات اللي انا حطاها. فخلاص الحمد لله رب العالمين كده بقى. النهارده انا عملت المش كده زي ما انا بقول لكم، يا رب لكل اللي طلبوا مني فعلا وقال عايز يشوف طريقتي فيه يا رب يعجبكم ان شاء الله، واكون قدرت فعلا اوصل لكم انا بعمله ازاي. وان شاء الله نتقابل على خير في فيديو جديد باذن الرحمن، ويوم جديد ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم. النبي اللهم صل على النبي. طبعا الطبق زي ما انتم شايفين فضيته خالص يا جماعه اهو، طبعا عمل لي الجردل ده كده ما شاء الله ملان اهو، والتاني نفس الحكايه ملان خالص، وكمان في بطرمان كمان مليان خالص على الاخر اهو. والوقتي هحطه، شايفين شكله جميل ازاي، شايفين هحط بقى كده على وشه زيت خالص اهو، علشان ما فيش اي حاجه، ما فيش اي عفونه ولا اي حاجه تحصل اهو. واغطي بقى كده، وان شاء الله باذن الرحمن ده يقعد عندي بقى يا ربي اللي يعيش له بقى ان شاء الله، اللي يعيش له كده بقى، واللي يشوفه اهو الحمد لله رب العالمين. ده يقعد يا جماعه مده كبيره قوي الحمد لله رب العالمين. بقول لكم صدقوني ده احسن كمان من الجبنه، واحلى من الجبنه، واوفر كمان. خلي بالكم يعني الكيلو ب 20 او ب 22، طبعا الجبنه ما شاء الله وصلت يمكن ل 100 جنيه دلوقتي. فالحمد لله رب العالمين كده الوقت عملنا خزين كام سنه يعني ان شاء رب العالمين. انا بقى دول هيقعدوا عندي كتير قوي، ولا 5 سنين اللي يعيش لهم بقى ان شاء الله يا رب. فبقول لكم كده الحمد لله رب العالمين اهو. همشي بقى الزيت كده بقى على خلاص اهو، مش عايزه اقلب عشان بس اهو كده تمام. هقفل على كده بقى ان شاء الله، ونتقابل في يوم جديد. وكل اللي سالني على طريقه المشي يا جماعه اهي الحمد لله رب العالمين، يا رب تكونوا عرفتم انا عملتها ازاي. اي حاجه عندكم حطوها هنا حطوها في المش ده، ما بيعملش ما بتقولش لا زي ما بيقولوا، بالعكس ده بتحسن فيها كمان. يعني انا اول مره بقول لكم احط البرتقال، بس ان شاء رب العالمين لاني دقته بقول لكم هيطلع حلو كمان. وعلى فكره انا كمان عملت شويه كمان يا جماعه هم شايفين كل دول واحطهم في البطرمان الثاني ده اهو اللي هو لا يا ماما